الناس اللي ما بتعرفش تظبط السيرب او الشربات، هنعلمكم طريقه حلوه جديده تعرفي تعملي بيها السيرب ويبقى مظبوط معاكي قوي قوي قوي. كل اللي عايزينه كيلو سكر، وعليه ممكن فص حبهان وفص قرنفل زي ما انتم شايفين، وواحده نص عود قرفه خشب. تمام. وعايزين الوصفه دي لتر ميه، وحبه فانيليا بس دي الاخر خالص قبل ما نطفي. كل اللي هعمله ان انا هولع النار على السكر نفسه لحد ما يكرمل معايا كرمله فاتحه، يعني يدوب السكر معايا. بس انا مش عايزه اديله لون. انا كده بوفر معاكي اللي هو تخليه على الغاز كتير وسريع معاكي، مش هياخد معاكي وقت. تمام. انا هفتح عليه وهعمله دلوقتي هكرمله. ممكن تنديه كمان بمعلقه ميه عشان يسهل معاكي ان هو يفك بسرعه. تمام. كده هو خلاص كرمل معايا زي ما انتم شايفين، فك السكر كله واداني اللون الفاتح. كل اللي هعمله ان انا هحط الميه. هعمل ايه؟ هبعد السكر عن النار خالص، وهحط الميه وهقلب بسرعه 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 عشان يفك معايا. ما تحطوش وهو النار موجوده عليه. بصوا بقى كده اللون المكرمل الجميل ده. هحط ربع معلقه ملح ليمون. تمام. وهحط فانيليا ومعلقتين كبار عسل كلوكوز. ما عندكيش عسل كلوكوز حطي مع عسل نحل، ما عندكيش مش مشكله. تمام. كده خلص معانا خلاص. ده بقى جاهز. عندك خروب مطحون، حط عليه شويه وقلبي ويبقى جاهز للشرب على طول. عايز تعملي صينيه كنافه غامقه شويه تكون مكرمله، حطي على طول. تمام. في الحاجات اللي هي اللي عايزاها فاتحه تعملي لها السيرب الفواتح اللي هو ميه على سكر، العادي خالص اللي معروف. يا رب الوصفه تعجبكم.